احنا عندنا مسألة غاية في الأهمية. احنا بنتحدث عن الجيش، نتحدث عن مؤسسة مرتبطة بالدولة، لا ترتبط بالحكومات. الحكومات في النظم الديمقراطية متغيرة. لا تربطني بيك، أنا حارس وطن ما لي علاقة بيك. تفشل بالانتخابات، تنجح، الشعب ينتخبك يلعنك، هذه مشكلتك أنت للتسويق السياسي في الداخل. أما احنا حراس وطن لحد الآن لازم بالمعادلة السياسية لازم نبين الأشياء. دكتور أرجوك رتبتك وامتيازاتك لو ولائك إنه ما أعطيك ولائي. أريد إجابة. أبويا أنتم الأحزاب افهموا حقيقة، ما نعطيكم ولائنا. تدري ليش؟ لأن هذا يتناقض وقيم وشرف العسكرية، لأن نشكك بكم 20 سنة أنتم خليتونا على المحك. شرف الانتماء إلى الوطن مهزوز، شرف الانتماء إلى الدين مهزوز، شرف الانتماء حتى إلى المذهب مهزوز. وشوفوا قواعدكم الجماهيرية وين رايحة. كافي خلي يتحرك الضمير العراقي ينصف هذا البلد الجريح اللي دا ينزف دم واحنا نتاجر به. ما يكفينا 4.5 مليون أرملة ويتيم؟ كافي نتلاعب بهالمؤسسة. اعتقونا، خلوا المؤسسة الأمنية والعسكرية تاخذ دورها في حماية الوطن، وروحوا أنتم العبوا، بوقوا، جيبوا اللصوص قعدوهم وسووهم أسياد على رؤوسنا وتعبدوا بيهم. هاي مشكلتكم أنتم كسياسيين، أنتم والشعب. لكن الوطن عفوا لنا إياه، ولا احنا راح نتنازل لكم. لا تتصوروا ان تذلونا، تقطع راتب وتوقف امتيازات وما ادري شو حتى تذلني يجيك راكع. دكتور. ما اركع فقط لله، وكلكم فاسدين، كلكم فاسدين. دكتور تعرف والله العظيم من اشوف قله الضبط بالشارع، يوميا موت 1000 موته، يوميا موت 1000 موته. من اشوف قله الضبط وهذا الاستخفاف بالرتبه، وخلوك تمشي بالشارع تعثر بلواء، يجيب يكدس. والله مقصوده، قسما بالله بالحسين مقصوده. لا تذل الامم الا باستهداف جيوشها.